تعال اقول لك مين هو اللاعب اللي القطبين بيتخانقوا عليه. لاعب متكامل، وينج عالمي. وينج ده سافر السعودية كذا مرة، وكان طبعا احترافه كان مش مدة كبيرة، لكن هو وينج كويس جدا. كان احترف وراح الدوري الانجليزي. وينج مصري. لكن الحظ كان مش كويس قوي معاه، مش احسن حاجة يخليه اللي هو يبقى عنده الاستمرارية بره. اللاعب ده بيلعب حاليا سنه صغير، دولي مصري. كان من اهم انجازاته انه جاب كاس مصر والدوري المصري في فترة يعني، وكمان السوبر المصري والسوبر الافريقي. اللاعب دوت كان سابق في احد عند القطبين. طب مين هو اللاعب بقى اللي بنتكلم عليه؟ هو مصطفى فتحي. مصطفى فتحي لاعب نادي الزمالك السابق وبيراميدز الحالي، اللي الاهلي والزمالك عايزين يشتروه، لكن معانا محمود عيد او ما تعرف اسمه ايه بصراحه، عيد. تمام. مش متعنت في ان هو يبيع اللاعب ده، لان هو عارف ان مصطفى فتحي من اهم اللعيبه اللي ممكن اي فرقه تمتلكها. هو سلاح قوي جدا، يخلص لك الماتش من اقل فرصه. هو غالي، بس الغالي تمره فيه. يعني لو نادي الزمالك جاب اشرف بن شرقي ومعاك زيزو، يبقى مثلا صانع العاب، ومعاك قدام مهاجم زي الجزيري او مهاجم اقوى منه مثلا، وجبنا حد تاني، لا ده يبقى سلاح فتاك. والنادي الاهلي برضك معاك من الناحيه التانيه، يمين معاك مصطفى فتحي، شمال معاك حسين الشحات، هجوم معاك وسام ابو علي، صانع العاب امام عاشور او محمد قفشه. فدول يخلصوا لك المباراه في جزء من الثانيه، بحيث ان هم عارفين هم بيعملوا ايه. يعني دي لعيبه عارفه هي بتعمل ايه، وجودها في الملعب يعني هم حاسين بحجم الفرق اللي هم بيلعبوا بيه. وبرضك في لعيبه كتير الاهلي والزمالك داخلين في الصفقه اللي هم بيعلوا على بعض، بحس ان انا اصلا بتفاوض مع صفقه تانيه وبليك بالصفقه دي. يعني انت عارف الزمالك دلوقتي في صفقه مهمه من النادي الاهلي هياخدها، واتكلمنا عنه الفيديو اللي فات. فالزمالك بيعمل ايه؟ انا دلوقتي بهدوشك بصفقه وانا عيني على صفقه تانيه. انا الصفقه دي بس برمي نظر عليها بس مش اكتر، عشان تسيبني براحتي مع الصفقه التانيه، بحيث لا انت تخش ترخم عليا وانا اخش ارخم عليك. تفتكر بيراميدز هيسيب ممدوح عيد، هيسيب مصطفى فتحي، ولا هيتعنت